الحضارات القديمة كانت مبنية حوالين المعابد والكهنة. الكهنة ما كانوش بس رجال دين، لكن كانوا علماء ومهندسين وأطباء وفلكيين وكتاب. المعابد كان فيها المدارس والسجلات اللي فيها التاريخ والحسابات والضرائب، وفيها المكتبات اللي فيها النصوص والعلم والدين والفلك. يعني المعابد كانت مراكز إدارة الدولة والمعرفة، والعلوم وأسرارها كلها كانت مع الكهنة فقط. الكهنة كانوا هم اللي بيحسبوا مواقيت الزراعة والفصول، وده يعتبر علم الفلك، واللي بيعرفوا وصف الأعشاب والعلاج يعني الطب، واللي بيعملوا حسابات البناء يعني الهندسة، وهم اللي بيكتبوا النصوص والسجلات. كل ده كانوا بيعتبروه علوم مقدسة، ما ينفعش عامة الناس يعرفوها لأنها مرتبطة بالآلهة والعبادة. فالعلم سر ديني عندهم، والكهنة هم حراس الأسرار. الناس العادية ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن أسرار العلوم، واللي ساعد على كده الأمية. أغلب الناس ما كانوش يعرفوا يقرأوا أو يكتبوا. الكتابة كانت حاجة نادرة ومقدسة، واللغات كانت صعبة جدا زي الهيروغليفية أو المسمارية. كانت معقدة جدا ومقتصرة على الكهنة والكتبة فقط. السلطة، الملوك كانوا شايفين إن نشر العلم خطر، لأن العلم يساوي معرفة، والمعرفة تساوي قوة، فكان لازم يفضل محصور في الكهنة اللي بيخدموا الملك والآلهة. في مصر